way, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want. السلام عليكم متابعين قناة عصابة عصام. طبعا نحن نعتذر منكم على التقصير بالفيديوهات اللي صار بالفترة الماضية. طبعا حاليا امبارح نحن فتنا من سوريا على تركيا بسبب الزلزال، وفي امور كثيرة ان شاء الله راح نوضح لكم اياها ونفرجيكم اياها بقية الفيديو. تابعونا للنهاية. طبعا حاليا وصلنا عند البيت. تعالوا نشوف بيتنا شلون. هاي اول رجعة لنا بعد الزلزال، لسه ما شفنا البيت شنو وضعه. لحظة هنا. هنا كله. لحظة لحظة. إيه والله. تكس. بسم الله. فوت يا بابا فوت. أبو الشاشة. بابا الشاشة وقعت. فوت يا بابا. بابا وقعت الشاشة. الحمد لله. ايش هذا الشاشة؟ يا جماعة استني بابا. أكيد راح نتعب من هذا الشغل. اوبا. يا جماعة مكسر الدنيا كلها. هاي الشاشة كل شي مكسر. حلوة. أنا من هاد في صار يا يما يجوز انكسر. هاد في الأحمر. يجوز هاد في الأحمر. استنى نشوف بقية البيت يا بابا. يعني شفت يعني هو من هنا انكسر. هنا يعني هنا شوية الضرر أخف. هذا كل شيء لازم نصلحه وبعد نروح نسبح ونفرجيكم الفيديو. ضحك هنا ضحك مكسور الدنيا خربان. أوبا. بابتي الله لا يعطينا العافية يا بابتي. خربانة الدنيا يا ابني. هنا مكانه ما بشي يوب هنا ما بشي خربان. غرفتنا كلها كذا. الحمد لله يا بابا غرفتكم يعني نوعا ما. الحمد لله غرفتنا ما بيها شيء واصلا هذا من شوف الحمام. بعد يا بابا. ما بيه شيء. ما هذا مو خراب حبيبي بيبي. هذا مكسر. إيه بابا يعني غرفتكم يعني مكسرة. تعالوا من هنا. أغلب الأضوية رايحة يا ابني. وين؟ إيدك ارجعي ورا يا ابني، ارجعي ورا ارجع. هذا الاندومي قديم يا بابا، صار له 2.5 شهر يا بابا. الحمد لله إنه ما صار له شيء. الحمد لله ما وصلنا. بدكم تعالوا نشوف. ومثل ما شايفين حاد البيت يرثى لها. عندنا شغل يا بابا. جهزوا حالكم. راح ينكسر الظهر. نركب كل هذا ونلم البيت ونلم المكتب. سؤال الحد شنو بدنا نسوي؟ الحايط؟ والله يا بنتي ما نعرف، خلينا أول شيء نخلص الوسخ اللي بالأرض النازل والشغلات الواقعة ونجلس ونظبط. هذا أول ما رجعنا على البيت وراح تشوفوا إنه نظيف.
لما صار الزلزال طلعنا على فجأة كلياتنا، وظلينا يومين ثلاث. طلعنا على اسطنبول، بعدين نزلنا على سوريا اجازة. تعال يا ساندي، تعال يا بابا. نزلنا اجازة، وهذه اول مرة نفوت فيها على البيت. ومثل ما فرجيناكم بالفيديو، البيت بده شغل مزبوط يعني. ان شاء الله بس نرتبه ونخلصه ونجهزه نرجع نصور لكم اياه ونكون خلصنا. طبعا ممكن الفيديو ما يخلص، ما نصور لكم اياه اليوم، لانه مثل ما شفتم الوضع كارثي، يحتاج شغل مزبوط. ممكن بكره خلصوا اليوم يا بابا عجب. اليوم قدرنا نخلص الصالون. والله يا بنتي الصالون حاله قضيه. هذا المكسور شلون بدنا نصلحه؟ ما اعرف يا بابا، لنشوف. وجيش بدنا نحط هذا هيك ولا الزقن. هاي بالاجباري بدنا هاي اغلبه موقفها مشان ما ينزل على راس الولاد، اجباري بدنا نفكه. بس نشوف بينفك معانا. لانه هاي خطر على الولاد، اذا تركتها مثل ما هي خطر على الولاد. هاي خلصنا المرحلة الأولى. هاي طبعا بده شوية تكشير إجباري، بدنا نكمل عليه مشان ما ينزل فوق راس واحد من الولاد يكون قاعد كذا، يعني خلينا نضل الثالث نوعا ما. بدها تبلش مرحلة التنظيف. دهقوا الحيطان شلون؟ بدنا نرجع لحياتنا، نرجع نظبط امورنا. الحياة بدها تستمر. وهاي خلصنا القسم الاول اللي هو شنو؟ الصالون. نظفنا. علينا هذيك الغرفة. لسه بابا، لسه عدنا المطبخ وعدنا الغرفة الثانية والغرفة الثالثة وغرفة النوم والمدخل وعدنا مشاكل. هنا طبعا شلنا نحن القابل انه يهر او شيء، شلناه نظفناه بشكل تمام. وهذا نفس الشيء القسم الثاني طبعا. وساندي جننتني ما بين خلصنا الصالون رجع كل شيء تمام والحياة طبيعية. هو يعذب صراحة، بس يعني تسلاية، شو بدنا نسوي؟ حاليا بدنا ننتقل للقسم الثاني. جاهزة ساندي؟ جاهزين. جاهزة؟ قولوا للمتابعين جاهزة. طبعا عندنا البرادي ان شاء الله بكره او اليوم اذا لحقنا، لانه لسه البيت كبير وبده شغل. اذا لحقنا البرادي اليوم نفكهن ونسوي لهم غسله. ننتقل حاليا للقسم الثاني هو المطبخ، يمكن مو ننتقل للمطبخ بعدين نكمل على الغرف جوا. جاهزة يا ساندي؟ قول لهم جاهزين. علي صوتك للمتابعين. لا انت علي صوتك. انت علي صوتك. جاهزين. قولي جاهزين. ايوه. وهاي خلصنا القسم الثاني اللي هو المطبخ. خذوا لكم نظرة. بكره ان شاء الله نكمل كل. والله تعبنا اليوم، ما اظن يا بابا خارجين نكمل البيت كله. بس عندنا قسم بدنا نحاول نخلص اليوم اللي نقدر عليه، وبكره اذا ما خلصنا اليوم بكره نكمل ان شاء الله، ونصور لكم بنهايه الفيديو نحكي لكم شوي عن اللي صار معنا ايام الزلزال ان شاء الله. خليكم معنا. وهاي خلصنا من البيت وصار دور المكتب، نروح نشوف الضرر اللي بيه ان شاء الله ما يكون متضرر زياده.
حاليا رايحين باتجاهه. بالعاده اشوفه على الكاميرات، بس على الكاميرات ما يبين يعني مثل على ارض الواقع. البيت خلصناه الحمد لله، تنظيف تظبيط. الموضوع اخذ معنا يومين، ان شاء الله يطلع ضرر خفيف بالمكتب. والله شكل المكتب صعب اني اضبطه انا، انه يحتاج معلمية ووضعه كارثي جدا، يعني ما صعب جدا، وضعه اسوأ من وضع البيت 100 مرة. وضعه جدا سيء. يعني هاي المنطقة ما تبين بالكاميرات، إن لعل وعسى طلعت أسوأ من من المنطقة اللي مبينة بالكاميرات. مثل ما شفتم وضع المكتب سيء جدا، ما خرج ظبطه. بدي اشوف صاحب المكتب، صاحب المكان، خليه يظبطه، لانه بده شغل يعني ما خرج انه يعني غير قابل انه تقعد فيه. شوف الوضع سيء جدا. البلد كله مختفي. يا رب دخيلك. شلون هاد جزء يهدونه. هذا كله على الهد. هذا كله على الهد. ومثل ما شفتم بالنسبة لموضوع البيت وبالنسبة لموضوع المكتب، البيت الحمد لله خلصناه، نظفنا. بعض الأضرار بالجدران هي أضرار خارجية. وبالنسبة للمكتب صعب، لأنه بده شغل وبده ناس مختصة بالشغل هذا بالمصلحة هاي. صراحة ما يمشي الحال مثل البيت إنه تمشي حال حاليا. نحكي لهم شوي عن الزلزال شلون صار عندنا بالبيت. ها؟ بتاريخ 5/2 نامم لمار و5/2. تاريخ 5/2 نامم لمار ونيبال وساندي تقريبا بحدود الساعة 9:30 10 الصبح. يومها كان عطلة، الصبح عندهم دوام. ليلة سبت، ليلة أحد، عيد ميلاد نيبال على أساس ثاني يوم. ليلة اليوم الأحد مصباح الاثنين الصبح كان عندهم مدرسة، وعلى أساس حطم راسهم ناموا بكير الساعة تقريبا 9:30 10. وكملت أنا بالنسبة لي كملت السهرة لحدود الساعة تقريبا لل3 بالليل. تأخرت شوي سبحان الله. حطينا راسنا ونمنا الساعة 3 بالليل، ولما حطينا راسنا ونمنا المخططات على أساس الصبح بدي أروح على المكتب وعندي الشغلة الفلانية والشغلة العلانية، وبني آدم يخطط لليوم اللي جاي، للصباح اليوم هو جاي، يعني كل شيء حسب حسابه إنه ينام برا بيته. كيف ينشرح معي ساندي؟ المهم حطينا راسنا ونمنا الساعة بحدود 3:15 بالليل. الساعة 4:17 دقيقة ولا ما. طبعا صراحة أنا ما فقت من هول الزلزال، أنا فقت على صوت لمار هي جاية تركض من غرفتهم جنب غرفة النوم، جم مباشرة يركضون لعندي. أول ما وقفت جيت أقول لهم إنه خلينا نروح على الزوايا وكذا، مثل ما يعلمونا بالزلازل وكذا. المنظر اللي عندنا بالبيت والقوة الزلزال يخليك تشطب هالافكار كلها من بالك. موضوع لا يخلص لا معك لا بزاويه ولا تخبى تحت طاوله ولا الامور هاي ما ينفع. خلال اجزاء من الثانيه، طبعا انا ساكن بالطابق الاول الفني، خلال اجزاء من الثواني صرنا اني والعيله كامله برات البنايه. طبعا عندنا نحن شاحطين درج هاي، ومسافه الكوريدور اللي ندخل البنايه يمكن شفتوها بالفيديوهات، حسيتها مسافه سفر سنه. خوفك على أطفالك هو أكثر رعب من الزلزال ذات نفسه. من بداية العالم اللي طلع من عندنا بالبناء نحن أول شيء تقريبا، لأنه بيتنا الطابق الأول، بس الأصوات اللي جاية من فوق وكمية الصراخ اللي جاية من الطابق العليا، طبعا الله يكون بعون الناس اللي بيته بالطابق 9 و10 و11 و12. انت صيادنا؟ ايه؟
ايوه. كمية الصراخ والأصوات اللي جاية وصوت التكسير وصوت الأرض ولسه طبعا البناية كلها تسوي يمين شمال. لما طلعنا لبرا مثل ما الإنسان كتب له عمر جديد، يعني إنه طلع من تحت الموت. الله يرحم الناس اللي توفهم والله يتقبلهم إن شاء الله من الشهداء، والله يجبر مصاب اللي صاوبهم واللي عندهم خسائر مادية، الله يعوضهم إن شاء الله، والله يجعلها أكبر الأحزان إن شاء الله البلد تركيا ولا سوريا. يعني الله يكون بعون العالم زاد بسوريا، ضرر نفس تركيا تقريبا ويمكن أكثر بعض المناطق. يا جماعة أنا ما حكيت لكم شغلة شو اسمه دمار طبعا هي المنبهة عندنا. ذاك اليوم يمكن من ما أتذكر أنت بتصير أنا عم نوصل بالسيارة بس يعني ساندي نايمين صارت هزة خفيفة رايحين عطختهم ينامون كانت هاي طبعا لمار جات احكي لكم عنها. هاي امبارح بعد ما جينا لمار عفوا مو لمار، ايه ساندي نايمة ونيبال نايم. صارت هزة ارتدادية قوتها تقريبا بحدود الثلاث. فورا لمار فزت، لا طولي باش خفيفة بابا، مثل كأنه عندي اياهم تأقلموا. طبعا فتكم بالكلام شوي، يعني بالفترة هاي بعد ما صار الزلزال ظلينا يومين يعني ننام بالسيارات لعل وعسى انه تهدأ هالزلزال وعدي كذا، بس يعني الموضوع تفاقم اكثر وكل ما تزيد الارتداديات اكثر. اضطرينا نطلع على اسطنبول، ظلينا تقريبا بحدود الاسبوع، وفتحت البوابات الاجازات انه احنا من بدايه العالم اللي نزلت اجازات على سوريا، لانه الوضع لا يحتمل لمده اسبوع 10 ايام، والوضع يعني سيء الى اسوء. رحنا ظلينا هناك فتره تقريبا بحدود الشهرين ونص، ورجعنا وصورنا لكم اول ما رجعنا طبعا ونحن جايين باتجاه البيت، وشفتم انتم بقية الفيديو وشفتم اللي صار معنا بالفيديو. يا جماعة هاي نهاية الفيديو، وبدنا نقول لكم بس نخلص حجينا حطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس وباي، وراجع لكم بقوة ونكثر فيديوهات.